أما بالنسبة لداعش اليوم فهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل حقيقة. يعني يكفيك أن تعلم أن يعني لا ينتسب إلى هذه المجموعة ولا عالم ولا طالب علم معروف بعلمه وسمته أو استقامته أو كذا، لا ينتسب إليهم أحد، بل تجد أن أهل العلم يحذرون منهم، وهم يطعنون في أهل العلم ويتهمون كل من لم يكن معهم من أهل العلم بأنه يعني عالم سلطة أو يخاف من الجهاد أو يعني التهم معلبة جاهزة لأهل العلم الذين يخالفونهم في منهجهم. ثم كذلك يعني من ما وقع منهم من تكفير، إعلان تكفير المسلمين كإعلان تكفير مثل الجيش السعودي أو الملك أو غيره، أو في الكويت أو غيره، تكفير حكام المسلمين، تكفير عامة المسلمين يعني، وهذا منتشر عندهم كثيرا. وقد نقل عن إمامهم اليوم اللي هو البغدادي، وقال كلمة يعني كما قالها الخميني في السابق أول ما خرج، عندما قال الطريق إلى القدس يمر في الحرمين، يعني لا نستطيع نحرر القدس حتى نحرر الحرمين، يعني بعد قتل أهل السنة نذهب إلى اليهود. وهؤلاء قالوا مثلهم الآن، قال الآن قتال المرتدين أولى من قتال الكفار الأصليين، فلا نقاتل اليهود في فلسطين حتى نقاتل المرتدين في بلاد المسلمين. من هم المرتدون؟ قال حكام المسلمين وجيوشهم، هؤلاء هم المرتدون، لابد أن نبدأ بهم، بعد أن ننتهي إذا نحرر الحرمين ونحرر كذا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى قتال اليهود أو غيرهم. وهذا لا شك أنه من الضلال البعيد. يعني قضية استحلال دماء المسلمين بهذه الطريقة، تكفير الجيوش، تكفير عامة الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى، يعني خطر جدا. فلا شك أنهم يعني على خطر عظيم وانحراف، لكن ما نصل إلى التكفير، لكن نقول ضالون، مبتدعون، منحرفون، مستحلون لدماء المسلمين، وأسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية، لكن لا شك أن طريقهم منحرف جدا. نعم.